طلعت من باب بيتنا على باب المطار، على باب مطار القاهرة. ومن هناك استقبلوني بالابتسامة الحلوة، وفعلا كانت رحلة مريحة. من القاهرة إلى دمنهور لمستشفى ليدي كير. آه، طبعا أنا كنت ناوية أعمل جفون السفلي والعلوي، ورفع الحواجب، وشوية عفوا تظبيط شوية دهون بالجسم، آه، مع قص الجلد الزايد يعني من بعض الأماكن. فكرت عملت شد الجفون العلوية في ألمانيا. كانت العملية عند دكتورة من أكبر دكاترة التجميل الألمانيات في ألمانيا، ولكن مع الأسف آم، كانت عملية فاشلة، عملية خاطئة. عملت لي مشاكل كتير، التهابات بالجلد وقص بطريقة غلط. وما زلت بعاني من أثر العملية، الالتهابات اللي ترتبت عليها. آه، أعتقد إنه دكاترتنا العرب أشطر بكتير من الدكاترة الأجانب بعد التجربة. لا، الدكاترة العرب أشطر، وعندهم نظرة جمالية مختلفة عن النظرة الجمالية للأجانب. الدكتور العربي عنده الحس الجمالي الفني اللي بيشوفه في العربية يختلف عن الألمان. الألمان عندهم الحاجة الطبيعية البسيطة اللي ممكن ما تعجبناش إحنا بعد العملية. يعني ممكن ما تترك أثر كبير، ممكن تعود ترجع تعيديها تاني. ولكن عند الدكتور العربي لا، بيظبطها أحسن. فلذلك اخترت أعمل العملية عند الدكتور العربي.